السلام عليكم. النهارده هنعمل اسكالوب بانيه، احلى اسكالوب بانيه وبطريقه سهله وبسيطه خالص، من غير الطبقه الخارجيه ما تخرج وتقع وتبقى شكلها مش لطيف. لا، هتبقى ثابته تماما وطري ومستوي من جوه. بصوا، هو اسمه اسكالوب بانيه بس القطعيه بتاعتي اسمها بوفتيك، وهو مشهور بالبوفتيك. فانا هنا عندي قطعيه البوفتيك، سمكها بيبقى رفيع كده. لو السمك بتاعها مش رفيع كده، هاتي الشاكوش بتاع اللحمه وروحي دقه بيه الناحيه الخشنه مش الناعمه، علشان ما تتقطعش معاكي وتبقى حلوه. هنا عندي دي بصلايه كبيره مفرومه مع قرن فلفل، مفرومه ناعم جدا جدا لدرجه ان هي نزلت الميه بتاعتها. هنا برضو دي طماطم مفرومه برضو كويس قوي. دي التوابل بتاعتي هكتبها لكم. عندي لبن رايب، زبادي، لبن حليب، اي حاجه من المطريات دي هتطري لي اللحمه وتبقى حلوه قوي. فالمتوفر حطيه. انا كنت حاطه لبن، فانت لو عندك لبن رايب اي حاجه زبادي هيبقى تمام قوي في الوصفه دي. حطيت البصل والطماطم التوابل بتاعتي. عندي كمان جنزبيل فريش، بحب ان انا ابشر منه كده حبه، بيبقى حلو قوي الجنزبيل. لو ما عندكيش فريش حطي بودر. نزلت باللبن او الزبادي او اي حاجه او الرايب، اي حاجه بتبقى خطيره جدا جدا في الوصفه دي. هي هدفها هنا ان هي بس تطري لي الانسجه بتاعه اللحمه وتخليها لي طريه خالص كده، فدي خطوه مهمه جدا لازم نضيفها يعني. هننزل بقى بشرايح البفتيك معايا، ننزل كلها كده في التتبيله ونغرقها كده، ننزل بشريحه شريحه عشان كلها تشرب من التتبيله لحد ما الكميه بتاعتي كلها تخلص. بصوا، كانت تتبيله قمر، وكانت ملحها مظبوط جدا وحلوه قوي. فجربوها وخطيرة بجد، خطيرة وسهلة خالص، مش محتاجة اي صعوبة ولا افتكاسات ولا اللي تقولك الطبقة الخارجية بتقع من على البفتيك ولا الكلام ده كله. لا، بتبقى ثابتة وبتبقى حلوة قوي. فاعملوها بطريقتي هتبقى خطيرة بجد. هنا بقى هسيبها بقى، يعني سيبوها على قد ما تقدروا. انا سبتها حوالي 6 7 ساعات كده، فكانت حلوة قوي ممتازة. يعني لو هتبيتوها ليلة تمام. انا كنت عاملاها من بدري وسبتها 6 7 ساعات كده، كان 7 ساعات. هبدأ بقى ان انا هنا اطلعها من التتبيلة. هي خلاص بقى اتبلت حلو، خلاص انا هطلعها. مش هنفضها وامسحها كده، لا، انا هطلعها بس من التتبيلة الزيادة. هنا بقى عندي بيضتين وفلفل اسود ومكس مكس كده، وبعد كده هنزل بقى بالبفتيك. البفتيك انا ما نزلتش من عليه الطبقه الخارجيه ومسحتها تماما، انا بس طلعتها من الزياده بتاعه التتبيله ونزلتها تاني بالباقي، البصل والطماطم والتتبيله كلها. ما مسحتهاش بقى، والناس اللي بتقعد تمسح عشان الكفر اللي بره يمسك على قطعة اللحمة ذات نفسها. لا، انا ما عملتش كده خالص، انا بس طلعتها من الزيادة اللي انتوا شفتوها في الطبق.